ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد. ما تنسيش لو الفيديو عجبك تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو ما اشتركتيش، وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا بقى يا بنات، دي الرموش بتاعت شي جلام اللي انا كنت عامله لكم عليها ريفيو قبل كده. هحاول اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس عشان اللي عايز يشوفه. الباكت الرموش دي فيها تقريبا 4 اشكال. ففي شكل منهم الرمش فيه طويل قوي زي ما انتم شايفين كده، الرمش اللي هو فوق علامة غلط. انا هوريكم دلوقتي طريقة ازاي نحول الرمش ان هو يبقى طويل قوي كده يعني الشعر نفسه طويل، للرمش التاني اللي هو عليه علامة صح ده خلينا قصير وشكله احلى. تابعوا معايا الفيديو للاخر. بصوا بقى يا بنات، احنا بنجيب الفرشة اللي بنسرح بيها شعر الحواجب، اللي هي الفرشة دي اكيد كلكم طبعا عارفينها، واكيد كلكم عندكم منها. فهنمسك البالت كده، والرمش ملزوق فيها زي ما هو، مش هنشيله منها لانه بيبقى ملزوق كويس في البالت. وهنفضل نسرح الرمش كده بس بالعرض، يعني هنفضل زي ما انا بعمل كده في الفيديو. هنفضل نسرح الرمش كده، نفضل رايحين جايين يمين وشمال، يعني في بداية منبت الرمش كده نفسه وعلى حرف الشعر، علشان شكله يبقى منكوش. والرمش بيعمل يعني بيدي زي كيرف كده لفوق، زي ما انتوا شايفين الرمش اللي على اليمين انا عاملاه، فقلت اعمل ده معاكم عشان اوريهولكم. فهنفضل نسرح كده الرمش بالعرض كده، هنفضل رايحين جايين كده بالرمش. ما تقليش ايدك قوي يعني، بس في نفس الوقت ايدك ما تبقاش خفيفة، عشان ما يعني لو ايدك خفيفة يبقى كأنك ما بتعمليش حاجة. هتفضلي رايحة جاية كده بالفرشة على الرمش عشان الشعر بتاعها يتنكش شوية. فلما الشعر هيتنكش هيديكي احساس ان هو قصر شوية. وكمان الحركة دي بتخلي الشعر يبقى عامل كيرف كده على فوق، بيبقى عارفة الرمش اللي هو بيبقى يعني طالع على فوق متني كده شوية، فبيأثر شكل الرمش شوية عن الأول. انا هنا خلاص يعني خلصت تسريح الرمش بالفرشة، وبقى منكوش وعامل كيرف على فوق وكل حاجة. بعدين بقى بجيب مقص يكون صغير كده وسنه رفيع، بس اهم حاجة ان المقص يكون حامي، لانه لو المقص بارد هتقطعي الرمش وهتبوظيه. انا هنا بوريكم بقولكم مش هنقص بالعرض، لا احنا هنجيب المقص ونقعد نقص كده بشكل عشوائي الرمش بالطول، عشان لو في اي زيادات، او لو مثلا بعد ما خلصنا حسينا ان الرمش لسه طويل برضو شوية، الحركة دي بتأثر شوية من الشعر. لان زي ما انتوا شايفين كده الرمش فوق، يعني شايفين الرموش اللي فوق دي هي كانت كده. يعني بصوا انا هنا بوريكم بقولكم ان الرمش ده كان زي اللي فوق ده بالظبط. فبصوا دلوقتي بقى شكله احلى ازاي. بس هي دي كانت الطريقة يا بنات. فعايزة اقول لكم شايفين الرمش اللي على الشمال ده والرموش اللي فوق، هو كان الرمش طويل قوي كده، كان الشعر بتاعه طويل قوي، فانا خليته زي الرمش اللي هو اللي على اليمين ده. الشعر بقى اقصر كتير وبقى عامل كيرف على فوق، وكمان الشعر بقى منكوش واقصر طبعا، فعاطي شكل الرموش الطبيعية بالظبط، مش هيبان ابدا انه تركيب، خصوصا البنات اللي ما بتحبش الرموش الطويلة قوي. فالطريقة دي هتنفعك قوي ان انت تعمليها. يعني بعد كده تقدري تجيبي اي شكل رمش عاجبك حتى لو الشعر بتاعه طويل وتعمليه بالطريقة دي، هيطلع حلو جدا. بس كده يا بنات، هو ده كان فيديو النهاردة. لو الفيديو عجبك بقى ما تنسيش تحطي لي لايك، لان اللايك ده اللي بيوصل الفيديوهات لعدد اكبر من البنات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.